هل نحن أمام نهاية حكومة فقدت شرعيتها قبل أن تكمل ولايتها؟ وهل تتحول احتجاجات جيلزي في المغرب إلى كرة ثلج تعصف بالسلطة القائمة وتمتد أصداؤها إلى الجزائر التي تستعد لاحتجاجات يوم 3 من أكتوبر؟ إنه مأزق داخلي يزداد قتامة وارتباد خارجي قد يعصف بالمنطقة كلها. اشتركوا في قناة ملفات مرسومة وفعلوا جرس التنبيه لتكونوا دائما أول من يطلع على تحليلاتنا العميقة. الجزء الأول: فشل الحكومة في احتواء المطالب. لنفهم حجم الأزمة التي يمر بها المغرب اليوم، لابد أن نعود إلى جذور الحراك الذي يقوده جيل زد. ليست الاحتجاجات حدثاً عابراً، بل تعبير عن تراكم أزمات اجتماعية وسياسية واقتصادية. جيل كامل نشأ في بيئة رقمية، يملك وعياً سريعاً، يتابع الأخبار ويتفاعل معها لحظة بلحظة، وهو اليوم يترجم إحباطه إلى فعل ميداني قوي. الشارع المغربي لم يعد يقبل بالمبررات التقليدية، لم يعد يقتنع بخطابات عامة أو وعود مبهمة. المطالب اليوم أصبحت واضحة: تعليم أفضل، فرص عمل حقيقية، تحسين الخدمات الصحية، والحد من الفساد واستعادة الشفافية. هذه مطالب ليست بعيدة عن قدرة أي حكومة مسؤولة تحقيقها، لكنها تتطلب إرادة سياسية واستراتيجية واضحة. لكن ما لاحظه المتابعون أن الحكومة الحالية بقيادة عزيز أخنوش لم تقدم حتى الآن خارطة طريق واقعية لمواجهة الأزمة، بل اكتفت بتصريحات عامة لا تتجاوز حدود الاعتذار الرمزي أو الوعود المؤجلة. خطاب أخنوش لم يشتمل على مواعيد تنفيذية واضحة ولا على آليات قابلة للقياس، وهذا هو جوهر المشكلة. هذا النقص في الاستجابة لم يخلق فقط حالة من الاحتقان، بل أعطى الانطباع بأن الحكومة لا زالت تتعامل مع الأزمة بطريقة رد فعل عشوائي وليس بخطة استراتيجية. والنتيجة فقدان تدريجي للثقة الشعبية وزيادة في الشكوك حول قدرة الحكومة على الصمود. هذا الفشل لا يقاس فقط بعدد البيانات الصحفية أو التصريحات الرسمية، بل بمدى إدراك السلطة لعمق الأزمة ومدى قدرتها على ترجمة الشعور الشعبي إلى إجراءات ملموسة قبل أن يتحول الغضب إلى انفجار شامل. في هذا السياق، ليس مستغرباً أن نجد الساحة اليوم مشحونة، ليس فقط بمطالب اجتماعية، بل بتراكم شعور عام بأن الحكومة لم تعد شريكاً حقيقياً للحوار، بل أصبحت طرفاً مرفوضاً من أغلب أطياف المجتمع. السؤال هنا لم يعد حول المطالب، بل حول قدرة الحكومة على إعادة بناء جسور الثقة مع المواطنين قبل فوات الأوان. فهل تمتلك هذه الحكومة الإرادة والقدرة على ذلك، أم أن الطريق إلى سقوطها قد بدأ بالفعل؟ بعد أن رأينا فشل الحكومة في مواجهة مطالب جيل زي، بات واضحاً أن المشهد السياسي المغربي دخل في طور خطير من فقدان المصداقية. الحكومة بقيادة عزيز أخنوش لم تكتفي بعدم تقديم حلول استراتيجية، بل اختارت مساراً يقوده التعنت والتجاهل، وهو ما انعكس في تصريحات رئيس الحكومة التي افتقرت إلى أي عمق تحليلي أو خطة واضحة. تصريحاتها اقتصرت على كلمات عامة لا تسمن ولا تغني من جوع، بل أضرت أكثر من أن تنفع، وأكدت الانطباع لدى الشارع بأن الحكومة لم تعد قادرة على التواصل، بل أصبحت عبئاً على البلاد. الأكثر إثارة للقلق هو ظهور أساليب قمعية صارخة في التعامل مع المحتجين، تدخل أمني مكثف، استخدام القوة بشكل مفرط، اعتقالات عشوائية، فض الاحتجاجات بالقوة، بالإضافة إلى ظهور موجة من العنف والبلطجة التي تحاصر الحراك. هذه الأساليب لم تخفف الاحتقان، بل زادته وحولت الاحتجاجات إلى قضية أكثر تجذراً، وباتت تواجه الحكومة بواقع جديد: الشارع الذي لا يقبل إلا بالاستجابة الحقيقية لمطالبه. الأمر لا يتوقف عند الحدود الوطنية، المشهد أصبح ذا أبعاد إقليمية واضحة، حيث أن الأحداث في المغرب بدأت تجد صدى واسعاً في الجزائر. ليس بالصدفة أن نسمع عن دعوات احتجاجية قوية في الجزائر يوم 3 من أكتوبر، مع وجود تفاعلات واضحة على وسائل التواصل الاجتماعي. هناك تقارير تؤكد ضبط آلاف الصفحات التي كانت تحاول تأجيج الوضع، وهو ما يضع الجزائر أمام معضلة داخلية مزدوجة: مواجهة غضب شعبي متنام، وفي نفس الوقت مواجهة تأثيرات احتجاجات المغرب. هذه التطورات تجعل من الاحتجاجات في المغرب قضية ليست محلية فقط، بل جزءاً من موجة إقليمية تتخطى الحدود. المشهد في الجزائر يعكس ما قد يحدث في حال استمرت الحكومات في تجاهل مطالب شعوبها وعدم الاستماع إلى أصواتها. يوم 3 أكتوبر قد يصبح لحظة محورية ليس فقط للتعبير عن احتجاج داخلي، بل لإطلاق شرارة جديدة من التغيير في المنطقة.
في الختام، ما نراه اليوم هو اختبار حقيقي لمصداقية الأنظمة السياسية في المنطقة. هل ستواصل الحكومات تجاهل صوت الشارع إلى أن تصل الأمور إلى نقطة الانفجار؟ أم أن هناك فرصة لإعادة بناء الثقة عبر حوار جاد وإصلاح حقيقي؟ الواقع يقول أن الفشل في قراءة الواقع السياسي والاجتماعي بهذه الدقة يعني أن الطريق نحو الاستقالة أو الإقالة قد بات أقرب من أي وقت مضى.